السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم يوسف الخوانكي من قناة جو بروجرامينج في درس جديد إن شاء الله نبدأ نتكلم فيه عن الأكسس. الأكسس باختصار كده هي بروميس بيزد على ال HTTP كلاينت أو النود جي اس. يعني إيه بقى الكلام دوت؟ يعني الراجل ده بنقدر نتعامل عن طريقه إن إحنا نبعت ريكوستات للسيرفر من عن طريقنا كفرونت إند، وبرضه الراجل بتاع الباك إند بيقدر يشتغل بيه في النود جي اس. وده الجملة اللي هو موضحها لك هنا في أول الدوكيومنتيشن، إن هو بيقول لك إن البروميس بيزد HTTP client for the browser and Node.js، يعني بيقدر إن هو يشتغل في الحالتين، اذا كان في الكلاينت سايد او اذا كان في السيرفر سايد. وجي بعد كده راح معرف لك هنا الاكسس، وبيقول لك ان الاكسس ديت ان هي بتشتغل على ال HTTP كلاينت في النود جي اس او على البراوزر، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. وبرده جه قال لك ان هي it uses الايه الاكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست. يعني ايه الكلام دوت؟ واحنا في بدايه ما بنتعلم ان احنا ازاي نبعت ريكوستات وبنتعلم الاي بي اي ودروس الاي بي اي الجميله ديت، بنبدا نتعلم النظام القديم اللي كانت الناس دي شغاله بيه، وهو اول نظام نبدا نبعت بيه ريكوستات للسيرفر. وكان عن طريقها ان احنا بنعمل الاوبجكت اللي هو اسمه اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست، وبنبدا ناخد منه انستنس ونعمل ريسبونس وبعدين نسند. وكنا بندخل في دوامه كبيره جدا لحد ما بدات فيرجن جافا سكريبت اللي هو كان 2015 فيرجن 6 بالتحديد، بدأت تظهر فيتشر جميلة وهي الفيتش. كانت الفيتش أفضل كتير في استخدامها، لأن إحنا بدأنا إن إحنا نإجنور كل الكلام اللي كان بيحصل زي ال XML HTTP ريكوست بالحاجات بتاعته كلها، وبدأنا إن إحنا نقدر نفتش الداتا بتاعتنا بكل سهولة جدا عن طريق الميثود اللي اسمها فيتش ديت. وكنا بنقدر إن إحنا نحدد الميثود بتاعتنا، وبنقدر نحدد الكونفيجريشنز بتاعتنا أو الأوبشنز اللي إحنا محتاجين نضيفها جوه الريكوست بتاعنا. ولكن خلينا نعمل كده مقارنة بسيطة ما بين الاتنين، ما بين الفيتش وما بين الاكسس. ايه اللي يخليني اروح للاكسس وما اشتغلش بالفيتش؟ طبعا هو وضح لنا نقطة في الاول كده جميلة، قال لك ان احنا بنقدر نتعامل في الكلاينت والسيرفر سايد. ماشي، ولكن مش هي دي برضو الميزة الأساسية اللي احنا ممكن نقارن بيها الاتنين دول. الفكرة كلها ان الفيتشرز اللي موجودة في اكسس، طبعا زي ما انت شايف قدامك كده، ان اول فيتشر الراجل ده بيقدمها لك ان هو بيشتغل او معمول بالاكس ام ال اتش تي بي ريكوست. طب انا افهم من ده ايه؟ افهم من دوت ان البراوزرز القديمه للاسف ما بتسبورتش الحاجات اللي هي بتظهر جديده، زي عندنا طبعا براوزر اللي هو زي ايدج ده، احنا عارفين ان هو بيكون فيه مشاكل كتيره جدا في حوار الفيرجنز والحاجات اللي بتظهر والكلام ده كله. فهو ساعات كده في حاجات مش بيسبورتها. اعتقد ان المشاكل دي تقريبا معظمها اتحلت، وما بقاش موجود الحاجات ديت دلوقتي، وكل البراوزرز بقت تقريبا بتسبورت اغلبيه الحاجات اللي موجوده. ولكن احنا عشان نبعد الشك من الاخر كده واحنا شغالين، فالراجل ده راح قال لك انا شغال بالنظام القديم، فاقدر ان انا اكون عادي اشتغل على اي براوزر والدنيا هتكون تمام، مش هيبقى فيه اي مشاكل. ليه؟ لان انا كده كده شغال اصلا بالنظام القديم اللي الراجل ده بيعتمد عليه، فانا ما عنديش فيها اي مشكله. طيب، الحاجه الثانيه ان هو قال لك ان هو بيتعامل بال HTTP ريكوست على النود جي اس او في النود جي اس بتاعنا. طيب، فنقدر نشتغل بيه جوه الباك اند وبسهوله جدا والدنيا جميله. بعد كده قال لك ان انا بسبورت كمان البروميس اي بي اي. يعني ايه البروميس اي بي اي؟ لو انت تفتكر كده ان احنا الداتا بتاعتنا طبعا اللي بتيجي من السيرفر بتاعتنا عارفين ان هي بتكون جايه عشوائي، ومش دايما بتيجي في نفس الريل تايم بتاعها او في نفس التايم اللي بيحصل فيه الريكوست. ممكن الداتا بتاعتي تروح وترجع بشكل عشوائي. طيب، فعشان كده بنبدأ إن إحنا نبروميس الداتا أو نخليها تمشي بالترتيب اللي أنا عايزه بناء على شوية رولز أنا بحطها للراجل دوت. وأبدأ أقول له إن أنا ممكن أسync الفانكشن بتاعتي، وأبدأ أويت الريكوست اللي بيحصل عشان أبدأ إن أنا أمشي الريكوست بتاعي بالترتيب اللي أنا عايزه. كل دوت بنعمله في الفيتش بطريقة بسيطة جدا عن طريق الأسync والأويت، أو عن طريق الزين والكاتش، ونقدر إن إحنا نشتغل بأي واحدة من الاثنين. فالراجل ده من الآخر قال لك إن أنا كمان بسبورت الفكرة دي. طيب، لو احنا بصينا طبعا هتلاقي فيه شويه حاجات طبعا كتيره زي الانترسبت ريكوست اند ريسبونس، ان هو بيقدر يريجكتد او يتحكم في الريسبونس او الريكوست اللي جاي له، وامتى يريجكته وامتى نقدر نتحكم فيه. كمان نقدر نكنسل الريكوست، نقدر نتحكم في التايم اوتس اللي بيحصل بتاع الريكوست بتاعي يحصل كل قد ايه. لو انت بصيت هتلاقي ان في شغل كتير جدا في الاكسيوس مش موجود في الفيتش. وبرده عنده ميزه جميله جدا، ان احنا لما كنا بنتعامل في الفيتش بالذات مع الميثودز اللي احنا بنبدا نبعت فيها ريكوست للسيرفر ان احنا عايزين نديله داتا زي الديليت وزي البوست وزي الحاجات دي كلها، ان انت دايما لما كنت بتبعت الداتا لازم تحولها له از جيسون
فايل وتقول له ان انا json.stringify وتاخد الداتا عشان تبدا يفهم الداتا ديت منك. هنا جوه الاكسس احنا مش بنحتاج نعمل دوت، لان هو اوريدي بيدعم الكلام دوت اوتوماتيك، يعني حتى هو قايل لك هنا كده اوتوماتيك ريكويست بودي، هو بيقدر يعمل الكلام دوت من جواه من غير ما انت تعمل الحاجات دي خالص. طبعا هنا هتلاقي فيه فيتشرز جديده وكتيره جدا مش موجوده في الفيتش، فده اللي يخليني الجا لاستخدامي للفيتش، لان هي فيها فيتشرز كمان لما ندخل جوه هنلاقيها ان في عنده حاجات مش موجوده حرفيا في الفيتش. طيب عشان نبدا نشتغل بالاكسس ديت، طبعا الراجل ده جه قال لك الطريقه اللي تبدا تعمل بيها انستول عن طريق الام بي ام انستول اكسس، او عن طريق اي طريقه انت بتستخدم بيها او شغال بيها، اذا كانت يرن او اي حاجه بقى انت هتشتغل بيها تاني غير الام بي ام. وديت كل اشكالها، وحتى لو انت تشتغل بيها في البيور زي ال HTML و CSS وجافا سكريبت عادي جدا من غير ما تستخدمها از باكج، كل الطرق دي تقدر تعمل بيها انستول. وده كان درس النهارده، ان شاء الله اشوفكم على خير في درس جديد نكمل فيه سلسله الاكسس.